النبي ما في بن ب 95 جنيه، ودين النبي ما في بن ب 60 جنيه، والله ما فيش الاسعار دي يا جماعه. يعني ما فيش والله، يعني بجد انت ممكن تخش وتوفر علينا وتوفر علينا التعب ده كله. تخش على السوشيال ميديا وتكتب اسعار البن اخضر، يعني ما فيش، مش هتلاقي. ما هنطلع لك بن ب 95 جنيه منين؟ يعني لو زرعوا فوق السطح تمام، هم 5 6 مستوردين اللي بيجيبوا ب 95 جنيه دي، ما انت عارف هو جايب بسله، يعني هو بسله معلم. بس هو طبعا البسله مش تنفع لوحديها. انا قدامي فنجان بسله جاي من واحد لذيذ زبون، بعد نقاش حد دام لحوالي ساعه ونص وبقنعه ان مفيش الاسعار دي، راح جاب لي عينه من البن ابو 90 جنيه اللي هو بيشربه بسله اهي، يعني بسله. بس طبعا البسله مش هتعمل فنجان قهوه، فهو عشان الراجل عنده ضمير اللي بيعها له، عنده ضمير جدا. حط له محسن قوام، حط له ميه رغوه، حط له كربوناتو، وبعد كل ده قام حاطط له ايه؟ حوالي 10 جرام بن مثلا على الربع، يعني 15 جرام بن عشان يديله الريحه، عشان يحسس ان هو بيشرب قهوه. فمفيش حاجه ب 95 جنيه، مفيش حاجه ب 120 جنيه، مفيش حاجه ب 100، مفيش حاجه ب 130 جنيه. الاندونيسي والفيتنامي اللي هم ارضى انواع البن النهارده بيقفوا على المستهلك بحوالي 130 و140 جنيه. فمفيش محل حتى هيبيع لك اندونيسي وفيتنامي اللي هو اصلا انت مش هتتقبلهم اصلا كفنجان قهوه تمام باقل من 160 170 جنيه. فاللي هو يعني مفيش الاسعار دي يا جماعه. ويعني كل الحاجات دي سموم، ده امراض والله العظيم، مش حاجه عاديه تمام. انت لو الدنيا فشختك خالص هيجي لك فشل كلوي، يعني ده كده ربنا رحمك، اللي هو انت اترحمت وجالك فشل كلوي، فاللي هو امراض اصلا. فمش حابب تشتري، ما تشتريش، هو منتج ترفيهي في الاول والاخر، هو مش حاجه هتدمرك لو ما شربتهاش. فيعني بلاش حرق الدم بالله عليكم، وبلاش تتعبوا نفسيكم وتتعبوا اهاليكم معاكم، بلاش تدمروا الناس. حسب الله ونعم الوكيل طبعا قبل اي حاجه في الناس اللي بتعمل ده، ويعني